الآن لها طبعا كقسم من جماعة أخ علي بابير لهم تلفزيون، لكن تلفزيون زودتهم إيران بها. يعني ما مثل تلفزيوننا الذي كنا نحن نعمل البرامج، نعمل كل نشاط فيه بأيدينا. أولا هناك التوجه الإيراني، وهذا أيضا أمر خطير، أنه توجه لصرف الأنظار أو لتوجيه الناس إلى ما هم يعتقدون، وبأسلوب ماكر جدا، يعني بحيث ما يعرف السر في هذا التوجيه إلا القليلون. يعني مثلا الشيعي يأتي يقدم برنامج على الفكر المعتزلي، والتلفزيون يصورها كفكر إسلامي لكي يضعف أهل السنة والجماعة في معتقدات أهل السنة والجماعة. أو تجده مثلا في المناسبات أو اختيار المسلسلات، طبعا هي مسلسلات إيرانية أيضا تعرض بعد الترجمة إلى الكردي باعتبار فيها نساء متحجبات، فعلى أساس أنه الكردي البسيط يقول جيد، هو أكثر من 40 قناة علمانية تبث الغنى والفحش في الأكراد، هذا على الأقل أحسن امرأة متحجبة. وهو لا يعرف أصلا السم في العسل داخل هذه القناة أخطر من ذاك أغاني. لكن هذا تغيير فكري ومنهجي، ووراءه دولة منظمة وبرامج وخبراء وأموال. فعلى أي حال يعني، لكن جماعة علي بابير ألا يراقبون هذه المادة ولا يدركون مدى هم خطورتها؟ ينفذون لكنهم لأن ليسوا قسم شيعة، منهم. هم سنة. نعم، ولكن تجد مثلا الذي يقدم هذا الفكر الإسلامي هو أخذ الدكتوراه من طهران، فهو بالأصل متأثر بالفكر هناك. ما متأثرين بالشيعة كشيعة، لكن متأثرين بالفكر الشيعي أو الفكر الفلسفي من هذا القبيل يعني.